أنا سمر، عندي 30 سنة، وقررت أشارككوا حكايتي اللي غيرت فيا حاجات كتير قوي. يمكن تلاقوا فيها حاجة تساعد حد أو تفيد أي بنت لسه في أول طريقها في الجواز، أو حتى مخطوبة أو بتفكر في الارتباط. أنا زمان كنت بنت عادية جدا، زي أي بنت بتحلم إنها تتجوز وتعيش حياة مستقرة وهادية، وتحس إنها اتسترت وبقت في بيتها. وساعتها كنت بسمع كلام أهلي في كل حاجة، وعمري ما كنت بفكر أقول لأ أو أرفض أي حاجة يقولولي عليها، وخصوصا لو الموضوع جواز أو خطوبة، لأن كنت دايما حاسة إنهم فاهمين أكتر وإنهم أكيد عايزين لي الخير. المهم لما كملت 25 سنة تقريبا بدأت العرسان تتقدم لي، وكنت بقابل ناس كتير، وأهلي كانوا بيتابعوا معايا كل خطوة. وفي مرة جه عريس من بلد قريبة مننا اسمه أحمد، وقالوا لي إنه شاب كويس ومرتاح ماديا، وشغله ماشي وعنده بيت ملك، وبيشتغل في تجارة المواشي والطيور، وسمعته حلوة في البلد. وكمان مامته ست طيبة وبتصلي، وكانوا دايما بيقولوا إنها بتحب الخير وبتحب تساعد الناس. بصراحة أنا في الأول ما كنتش متحمسة له قوي، حسيت إن شخصيته مش قريبة مني، وإنه تقيل في الكلام وما عندوش خفة دم أو روح الدعابة اللي كنت بحبها في الرجالة. بس لما أهلي اتكلموا معايا وشجعوني عليه، وقالوا لي إن الراجل مش لازم يكون هزار وضحك، المهم يكون راجل مسؤول ومحترم ويساعدك في حياتك، وافقت واتخطبت له. في فترة الخطوبة لاحظت حاجات غريبة قوي. أي حاجة تحصل بيني وبينه ألاقي مامته عارفاها حرفياً، حتى لو حاجة بسيطة زي كلمة قلتها له ولا موقف حصل بينا، ألاقيها بتلمح عليه وكأنها كانت واقفة معانا. وبعدها بدأت تسألني في حاجات مش من حقها تعرفها، وكانت بتتكلم معايا على إن دي حاجات عادية وأنا لازم أقولها علشان نكون قرايب من بعض، ومرات ابنها المفروض تكون بنتها، والكلام ده كله. وأنا وقتها كنت مستغربة جدا، لأن مامتي كانت دايما بتقولي إن في حاجات خاصة بين البنت وجوزها ما ينفعش تطلع لأي حد مهما كان، حتى أقرب الناس. المهم كنت بحاول أفوت الحاجات دي، وكنت بقول لنفسي يمكن أنا مش متعودة على طريقتها، وإنه لما نتجوز الدنيا هتتغير. بعد الجواز حسيت إن اللي كنت بشوفه في الخطوبة كان بس البداية. كل يوم كانت بتسألني عن حاجات خاصة جدا، وكانت تدخل في تفاصيل حياتي بشكل غريب. وفي يوم من الأيام سألتني عن حاجات لا يمكن واحدة محترمة تسألها، وأسلوبها كان فيه تجاوز كبير جدا. وأنا من وقتها بدأت أبعد عنها، وما كنتش بحب أقعد معاها، وكنت بحاول أتجنبها. لكن للأسف البيت كان بيت عيلة، وكنا ساكنين فوقهم، وكان صعب قوي إننا نعيش بعيد عنهم، وخصوصا إن أحمد كان دايما بيطلب مني أنزل وأقعد معاهم تحت، ويقول لي ماما بتحبك وعايزاكي دايما معاها. كنت بحاول أقوله إن في حدود لازم تتحط، وإن علاقتنا بيهم تكون محترمة، بس من غير ما حد يتدخل في حياتنا. بس هو ما كانش بيقتنع بالكلام ده، ودايما كان بيقولي كبري دماغك وعدي، ومش لازم تقفي على كل كلمة. وبدأت حماتي تستغل طيبتي وسكوتي، وبدأت تطلب مني حاجات في البيت مش منطقية. كنت أنا اللي بنزل أنظف وأطبخ وأعمل كل حاجة، وسلفتي كانت قاعدة ومش بتعمل أي حاجة، وكانوا بيتعاملوا معاها زي الضيفة، رغم إننا الاتنين متجوزين وعايشين في نفس البيت. بس أنا كنت دايما بحس إن في فرق في المعاملة. وكل ما كنت أتكلم مع أحمد يقولي معلش، أصل أمي بتحب دينا وبتعتبرها زي بنتها ومش عايزة تزعلها. حاولت أتكلم مع مامتي وأبويا، بس كانوا دايما يقولولي استحملي علشان الحياة ما تمشيش بالعناد، ولازم نكون عقلانيين. وفي مرة حصلت مشكلة كبيرة جدا لما حماتي طلبت مني حاجات ما ينفعش تتقال ولا تتطلب من واحدة متجوزة، حاجات ملهاش أي علاقة بالأصول ولا الأدب. وأنا وقتها اتصدمت، وقلت لها إن الكلام ده مش ينفع يتقال أصلا. وهي زعلت وقالت لي إني مغرورة وبرد عليها بطريقة مش كويسة، ودخلت دينا في الموضوع وقالت كلام غريب جدا، وفضلوا يضحكوا مع بعض بطريقة استفزتني جدا. وبصراحة حسيت إني في بيت مش طبيعي، وكل يوم المشاكل بتزيد، وأنا مش عارفة أتصرف إزاي، وبقيت مكتومة ومش قادرة أقول لحد. ومع الوقت اكتشفت إن أحمد بيصدق كلام حماته أكتر من أي حد، وإنه بيسمع كلامها في كل حاجة، حتى في تفاصيل علاقتنا. وده خلاني أفقد الثقة فيه شوية بشوية.
وكل ما كنت أحاول أبعد أو أطلب الطلاق كانوا أهلي يرفضوا ويقولوا لي دي حياة ولازم تتحملي فيها، وإن كل البنات بيعدوا بظروف صعبة في بداية الجواز. لكن اللي حصل بعد كده خلاني أتأكد إن الحياة دي مش ليا. أحمد بدأ يتغير أكتر، وابتدى يسمع كلام حماته اللي كانت بتقوله يتجوز دينا علشان تربي عيال أخوه اللي مات. ودينا كانت مبسوطة جدا بالفكرة، وأنا كنت بتفرج على اللي بيحصل قدامي مش مصدقة. وفي يوم من الأيام اكتشفت إن في خيانة بتحصل، وإن في حاجات بتحصل في البيت وأنا مش موجودة. حاجة كسرتني من جوه وخلتني آخد قرار نهائي إني مش هرجع البيت ده تاني، ولا هكمل في الجوازة دي حتى لو ده هيزعل أهلي. رحت فعلا وسكنت عند مامتي وفضلت هناك فترة، كنت بتعالج نفسيا من الصدمة، لحد ما جالي خبر وفاة حماتي، وفوجئت إن الوفاة كانت بسبب التسمم. والدنيا اتقلبت، وبدأت التحقيقات والاتهامات راحت على دينا، وفي الآخر طلعت هي اللي عملت كده بسبب خلافات بينهم. بعدها أحمد حاول يرجعني، بس أنا رفضت لأنه فقد ثقتي فيه خلاص، وكنت حاسة إن البيت ده مفهوش أمان لا ليا ولا لأي طفل ممكن أخلفه منه. كنت محتاجة راحة وهدوء وحياة نظيفة بعيد عن المشاكل. قررت أبدأ من جديد، وربنا كرمني بإنسان محترم عارف يعني إيه زوج ويعني إيه خصوصية، وبيقدرني وبيحترمني. والنهاردة بقول لكل بنت اسمعي قصتي وخدي بالك من اختيارك، مش بس لجوزك لكن لأهله كمان، لأن الجواز مش بس اتنين بيتجوزوا، ده عيلتين بيتقابلوا وبيتعايشوا، ولازم يكون في احترام وحدود عشان الحياة تمشي بسلام. اتعلمي تحطي لنفسك قيمة، وتحافظي على كرامتك، وتعرفي تقولي لأ في الوقت الصح، لأن لو سكتي من الأول ممكن تدفعي تمن كبور بعدين. ولو لقيتي نفسك في بيت مش مناسبك ما تكمليش، وخدي قرارك بالشجاعة. ما تخليش حد يقولك كبري دماغك واستحملي وانتي من جواكي بتتكسري كل يوم، لأن العمر مش مستاهل نضيعه في تعب وألم وندم. دي كانت قصتي، ويا رب تكون وصلت الرسالة لبنات كتير وخلتكوا تفكروا كويس قبل ما تختاروا مين تعيشوا معاه العمر كله. لو عجبتكم القصة شاركوها مع أصحابكم واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. وأهم حاجة ما تنسوش تقولوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.